غضب شديد من الشيف نادية السيد لسرقة محتواها. هل الشيف نادية السيد عندها حق ولا الشيف آية حبيب هي الأصل؟ من يومين نزلت الشيف نادية السيد على صفحتها على الفيسبوك بوست عمالة تكتب فيه ان في شيف، وفي الاخر اتقال في الكومنتس انها الشيف آية انها بتاخد محتواها وبتعمله فيديوهات، والناس في الاخر بتقول ان الشيف نادية هي اللي بتقلد الشيف آية. هنشوف مع بعض بالظبط الشيف نادية كتبته ورد الشيف آية حبيب عليها، وكان رد راقي جدا. يعني الرد هيبهركم، بس تعالوا نبدأ الحكاية من الأول ونعرف أصل المواضيع كانت بادئة ازاي. من أول ما المصريين عرفوا اليوتيوب وبدأت فيديوهات تطلع ربات بيوت وفي البيت وبتطبخ، وبيبقى الحاجات الطبخ بسيط زي طبخ أمهاتنا، الأدوات بسيطة، البيت بسيط، بيتخلل الفيديو حكايات عن حماتها وعن سلفتها وعن الحاجات دي اللي انتوا عارفينها. يعني الفيديو بيبقى عبارة عن حكايات ومجالس كده. طلعت في الوقت ده الشيف آية حبيب راقية جدا جدا. الفيديو بتعمله هو يدوب فيديو على قد الوصفة بصوت ناعم شتوي كده وتصوير شيك وأدوات شيك، والفيديو بالظبط من أول ثانية لآخر ثانية هو الكلام بتاع الوصفة موجز ومنجز، لا بقى حكايات ولا سلفتي ولا حماتي، وبطريقة راقية وهي شيك جدا، وكل كلامها وكل أدواتها وكل حاجاتها وتصويرها شيك جدا. طلع بعدها كذا شيف وكان الطريقة مشابهة جدا لطريقة الشيف آية حبيب، من ضمنهم الشيف نادية السيد والشيف هبة أبو الخير، نفس طريقة الصوت الشتوي الناعم وطريقة التصوير والأدوات المستخدمة، كل حاجة بالظبط. كان فرق بسيط ما بين ما طلعوا، كانت الشيف آية هي اللي بدأت الأول، وبعدين بعد كده طلع وراها بقية الشيفات. بدأت الناس تلاحظ التشابه الفظيع في الصوت وفي الأداء وفي التصوير ما بين الشيفات التانية وشيف آية حبيب، فبدأوا الناس يقولوا ان الشيف نادية السيد بتقلد الشيف آية حبيب. كل ده والشيف آية حبيب ما بتتكلمش وما بتقولش أي حاجة. بس من يومين طلعت الشيف نادية السيد كتبت بوست بتقول فيه انها زعلانة جدا جدا علشان في صفحات قائمة فقط على فيديوهاتها، بيشيلوا اسمها وساعات كمان بيشيلوا صوتها ويحطوا هم صوتهم، وطبعا دي حاجة تضايق طبعا، وهي عندها حق تقول ان الفيديو الشورت القصير ده ممكن ياخد منها 12 ساعة شغل، وده طبعا فعلا في وقت الطبيخ والتحضير والتصوير، وهم بياخدوا الفيديوهات على الجاهز، وحاطه سكرين شوتس من الحاجات اللي بيطلع لها في الفيديوهات بتاعتها ان الناس واخده فيديوهاتها وعاملاها كده حطاها عندها بدون اي حقوق. وطبعا في وسط الكلام في الكومنتس الناس ذكروا انها بتقلد الشيف آية، قالت لهم لا ده الشيف آية هي اللي بتقلدني، ونزلت بوست تاني كاتبه فيه ان الشيف آية بتقلدها مش صراحة بس كاتبه منزله بقى يعني سكرين شوتس من صورة فيديو شيف آية وصورة الفيديو بتاعها، وفي حين ان فيديو شيف آية جايب 4 مليون والفيديو بتاعها جايب 300,000، بس هي كانت بتقول ان شيف آية مقلدها بنفس الطريقة وان نفس العنوان ونفس كل حاجة. كل ده والناس عمالة تدخل، بدأوا الناس يشتموا في الشيف آية علشان هي ما طلعتش ردت او كده، لسه ردة النهاردة رد قوي جدا جدا. قالت انا بقالي سنين على اليوتيوب عمري ما جبت سيرة حد او اتخانقت مع حد، مع اني لو عايزه اعمل النوع ده من الدراما كنت هصدعكم كل يومين بان فلانة سرقت الفيديو بتاعي وفلانة بتقلدني وانا بتحارب، وكلام الواحد يتكسف يتكلم فيه الحقيقة، لكن دايما بقول الحياة فيها حاجات اهم والناس عندها مشاكل اكبر من شوية وصفات طبخ. طول عمري بكبر دماغي لاني في غنى عن كل ده الحمد لله. اليوتيوب مجرد هواية بالنسبة لي، كنت نشيطة فيها ايام الفراغ بتاع الحجر، ومن بعد الحجر بقيت بنزل فيديوهات لما يجيلي مزاج، ولو كنت مهتمة بانتشار او فيوز كنت على الاقل نزلت الفيديوهات على فيسبوك وانستجرام، وانا اصلا ما عنديش صفحة على فيسبوك. اللي حصل ان في واحدة اسمها مدام نادية واضح ان الناس بيضايقوها وبيقولوا لها انها بتقلدني، وده انا ضده، عمري ما حبيت ان حد يتضايق، فهي علشان ترد عليهم دورت على اي فيديو يكون نازل عندها قبلي وغيرت عنوانه، نسخت عنواني بس عشان تبين اني واخدة منها، ودي حركة مش حلوة ابدا. بس هي نسيت تغير العنوان في صندوق الوصف كمان، مع ان كل فيديوهاتها بتكتب نفس العنوان في صندوق
صندوق الوصف زي ما هو واضح في الصور، ما عدا الفيديو ده الوحيد اللي العنوان هنا حاجة وهنا حاجة. من حقها تدافع عن نفسها لو حابة، لكن كانت ممكن تعمل ده من غير تلقيح عليا في البوست والتعليقات، خصوصا انها عارفة الحقيقة كويس وعارفة ان ده ما كانش عنوان الفيديو بتاعها اصلا لما نزل، وان العنوان قديم وتغير وصيغة العنوان جديدة. انا لو عاوز اخد سكرين شوتس لفيديوهات نزلت بعد فيديوهاتي بعدي بنفس العنوان والثامبنيل هكتب مجلد، لكن استفزني ان حد يكتب الكذبة ويصدقها ويتمادى لانه عارف اني ما بردش، ويكون السبب في ان اسمي يتاجر بيه في عناوين وجمل زي عركة وخناقة وحروب وحملات ممولة. اللي انا بطلبه منكم ان لو بتحبوني ما تدخلوش اسمي في تفاهات من النوع ده. وكانت الشيف نادية فعلا في البوست بتاعها كاتبه ان في لجان الكترونية وفي حملات ممولة لتوقيعي، وكلام فعلا غريب جدا. مش يعني ما فيش حد فاضي انه يعمل الحاجة دي لوصفات طبخ وقناة طبخ. قولوا لي برضو رأيكم في الكومنتس، انتوا مع مين ومين اللي بيقلد مين. واولا واخيرا هي وصفات طبخ لكل الناس علشان تريحهم وتبسطهم، ومجرد فيديوهات بسيطة المفروض انها تبقى حاجة مسلية ولذيذة.